لو عايز تسبق كل الناس لازم تعرف إشارات النمو في السوق العقاري المصري علشان تعرف تاخد خطوة قبل ما الناس كلها تاخدها. عشان انت مش داخل السوق علشان تاخد الخطوات اللي كل الناس بتاخدها، انت داخل السوق عشان تسبق غيرك بخطوة، فتقدر تشتري في السعر في البدايات وتبيع اما السعر يزيد وقت ما يبقى كل الناس بتدور على المنتج اللي انت اخدت خطوة واشتريته قبلهم. لان اللي بيقدر يفهم اشارات نمو السوق قبل الناس كلها بيقدر يتحرك بثقة، وما بيتحرك بثقة بيقدر يكون عارف اللغة اللي السوق بيتكلم بيها قبل ما كل الناس تسمعها. وده اللي بيفرق بين حد اشترى في مدينتي مثلا في 2005 وحد بيشتري في 2023 ولا 2024، او حد اشترى في التجمع في 2012 وحد بيشتري النهارده. لان اللي فهم الاشارات ربح اضعاف، واللي استنى الاعلانات والاويرنس للمنطقه اما بقت خلاص المنطقه معروفه كسب برضه، ولكن مش زي الشخص اللي في الاول. وفي كل الاسواق في العالم في بعض الاشارات اللي بتحصل بتقولك ان في زياده هتحصل هنا. زي اول حاجه زياده الطلب على الايجار. اما بيكون في منطقه فيها طلب على الايجار بشكل ثابت او بشكل متزايد، دي علامه من العلامات اللي بتقولك في فرصه هنا للنمو، حاول تستغلها. او زي ان في مشاريع تجاريه فتحت في المنطقه، سواء مولات او هايبر ماركت او مجمع خدمي. كل الحاجات دي قبل ما بتفتح بيتم دراسه المنطقه بشكل كبير، واما بتكون موجوده في مكان ده علامه من علامات النمو اللي هتحصل في المكان ده، او علامه من علامات النمو اللي حصلت بالفعل. وكمان ارتفاع اسعار الاراضي في منطقه من المناطق بيقول ان في مستثمرين كبار دخلوا وبيضربوا في الاراضي دي، فكون ان هم دخلوا في المنطقه دي فمعناها ان هم بيراهنوا على نمو المنطقه. لان انا وحضرتك ممكن نكون بناخد الخطوه بعد تفكير كتير، لكن المستثمرين الكبار والشركات والاسامي الكبيره في السوق ليها شركات بتعمل لها دراسه السوق قبل اي خطوه بتاخدها. وكمان من الاشارات المهمه جدا في النمو هي الاشارات الحكوميه. الدوله مش بتهزر، وما بتنزل في مكان او بتقرر انها تستثمر فيه او تعمل بنية تحتية او تعمل مدن جديدة، كل ده علامة من علامات النمو. لان زي اللي قبلنا ما قالوا استثمر في مدينة بتستثمر في نفسها. فانت ما بتكون عندك الدولة بتستثمر في مكان معين وانت باستثماراتك في المكان ده، ده بيساعدك ان انت تستغل علامات واشارات النمو اللي موجودة في المنطقة دي لصالحك. غير كده عندك كمان الاشارات اللي بتطلع من السوق نفسه. لما بيكون عندك مجموعة من المطورين الكبار نزلوا في منطقة معينة او بيبنوا فيها، ده مش صدفة ابدا، لان اغلب المطورين اللي اتجهوا على سبيل المثال للساحل الشمالي اتجهوا كلهم في نفس الوقت. فهنا كان في اشارات واضحة ليهم للنمو، واللي اشترى معاهم في بدايات الموجة كسب اضعاف مضاعفة عن اللي راح في الاخر بعد ما الزيادة فعلا حصلت. كمان من الحاجات اللي بتعلمك وبتوجهك لاشارات النمو الواضحة هي حركة البيع على السوشيال ميديا. لو حضرتك مهتم بمنطقة معينة وشفت الاعلانات او شفت المعلومات والاخبار اللي عن المنطقة دي، المنطقة اللي فيها اعلانات بشكل دوري بيتكرر، او المنطقة اللي المنتجات العقارية والوحدات بتخلص فيها بسرعة، او في لونشات بتحصل ورا بعض، كل الكلام ده اشاره ان في طلب في المنطقه دي. فلو انت استغليت الطلب ده لصالحك ودرسته بشكل كويس بتقدر توصل لاهدافك اللي احنا حددناها مع بعض زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده. كمان من العلامات المهمة جدا للنمو والتطور في منطقة معينة هي سهولة الوصول. اما بيحصل طرق جديدة او وسائل مواصلات جديدة او مشاريع جديدة بتخدم مكان معين، ده بيساعد على نموه بشكل كبير وملحوظ في الفترة اللي بعدها على طول. لان كل ما كانت المنطقة اقرب
للناس واقرب للحركة. وزي ما اتكلمنا عن الطرق والخدمات، كمان المستشفيات والمدارس والجامعات، كل ما كان المنطقة اللي انت حابب تستثمر فيها بيتوجه ليها النوع ده من الخدمات او من المخطط، او بيتم انشاء الحاجات دي في الوقت الحالي، كل ده بيزود من قيمة استثمارك ومن قيمة العقار اللي انت اخدته او بتفكر ان انت تشتريه. وكمان من الحاجات اللي بتدينا اشارات واضحة على النمو هو البيانات اللي بتقولها الدولة. لان على سبيل المثال مثلا لما نعرف ان منطقة الار 3 في العاصمة فيها 30,000 نسمة ساكنة وعايشة، ده بيحرك السوق بشكل معين، فبيبدأ يحصل نمو بعدها في المنطقة دي والمناطق اللي حواليها. ولو هناخد أمثلة من السوق على سبيل المثال، الشخص اللي عرف إن الجامعة الأمريكية هتفتح فرعها في التجمع الخامس فاشترى في محيط الجامعة الأمريكية، وبعد تشغيل الجامعة وبعد ما اتنقل ليها طلبة عرض العقار بتاعه للبيع، قدر يحقق مكسب كبير على أصل رأس المال أكتر من حد تاني معرفش المعلومة أو جه بعد ما الناس كلها جت. كل الكلام ده بيساعد على نمو الاستثمار بتاعك لو عرفت تاخد الخطوة قبل الناس. وكمان أماكن زي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة الجديدة، كل مكان فيهم في عوامل نمو قوية وحقيقية. اللي قدر يقرأ المشهد قبل الناس وأخد خطوة عرف يحقق مكاسب أكتر من الناس اللي مش عارفة تقرأ المشهد. والنهاردة في علامات للنمو في أماكن كتير، لو عرفت تستغلها بشكل مظبوط هيفرق كتير معاك في استثمارك. طيب، والسؤال دلوقتي إزاي أدمج إشارات النمو دي مع الخطة الاستثمارية بتاعتي؟ خليني أقول لك أول حاجة إن مش كل إشارة معناها فرصة مناسبة ليك. لازم في البداية زي ما اتكلمنا مع بعض إن أنا أكون محدد الهدف بتاعي. هل الهدف بتاعي دخل شهري ولا مكسب على أصل رأس المال؟ علشان من هنا بنبدأ نحدد الإشارات. والسؤال دلوقتي إزاي أقدر أستغل الإشارات وعلامات النمو في الخطة بتاعتي؟ وخليني اقول لك ببساطة ان مش كل اشارة معناها فرصة ليك. زي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده ان اهم حاجة في البداية اكون محدد الهدف بتاعي. هل الهدف بتاعي دخل شهري ولا مكسب على اصل راس المال؟ علشان كل هدف فيهم بيكون مختلف عن حد. كمان ممكن يكون عايز امان واستقرار، او حد عايز يورث العقار ده لاولاده. خد الاشارات المناسبة للهدف بتاعك علشان تقدر تحققه بسهولة ويسر. الخلاصة يا صديقي ان خليك انت الشخص المبادر اللي بيعرف الاشارات قبل الناس كلها، وبيدرس ويحلل ويقارن علشان يقدر يحقق اهدافه. وما بتكتشف الفرص قبل غيرك بتتحرك بثقة اكبر، وما بتتحرك بثقة اكبر نتائجك بتكون افضل. وهو ده اللي احنا عايزين نوصله مع بعض، سواء كنت مستثمر محترف او لسه في بداية طريقك. الاستثمار العقاري محتاج وعي، وما بتكون واعي بعملية الاستثمار او انت داخل على ايه، بتقدر في الوقت ده تحقق مكاسب افضل من غيرك. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة، بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لان هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع.
وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.